الهزار مش بس ضحك وخلاص، دي ظاهرة اجتماعية ليها أصول وليها نظريات. يعني لما أقول لك أنت وشك لما بتضحك بيخلي الواي فاي يفصل، ده علم؟ طبعا وراها دراسات وأبحاث ومعالم تجريبية. يا عم ده هزار وأنا مش بهزر. اهلا وسهلا بكم معانا في فيديو جديد. انا بقول لك الشخص اللي هيحكي لك الحاجه اللي نفسك تعرفها. الهزار كلمه بنقولها في اي قعده، بس يا ترى ايه هو الهزار؟ وليه بنهزر؟ وليه ساعات بيبقى حلو وساعات بيبقى تقيل كده زي اللب السوري طالع من الكيس مش مملح؟ طب هل الضحك حاجه طبيعيه ولا وسيله دفاعيه؟ طب سؤال مهم بقى، هل انت بتعرف تهزر ولا كل مره بتقلب بخناقه؟ وفي الحلقه دي يا معلم هنتكلم عن الهزار، يعني ايه هزار وساعات ليه بيقلب نكد؟ الناس فاكره ان الضحك اختراع حديث، لا يا عم، اول نكته اتكتبت في التاريخ كانت من 4000 سنه في مصر، في برديه فرعونيه كده كانوا كاتبين فيها حاجه عمرها ما حصلت يا صديقي، ست ما بتضربش ريح كده قدام جوزها. ايوه يا صديقي، ده كان هزارهم زمان. المصريين القدماء كانوا بيهزروا على الجدران، كانوا بيرسموا قرد راكب فرس وتمساح ماسك قلم. والسؤال هنا يا صديقي، ازاي كانوا بيعملوا ميمز قبل ما يطلع الموبايلات اصلا؟ وما ننساش ان الهزار ده كان اداه سياسيه كمان، كانوا بيهزروا على الملوك وعلى الكهنه وعلى الاعداء بس بحذر، وعشان يا صديقي اللي بيهزر غلط ممكن يتحنط حي. طب ليه بنهزر اصلا؟ يعني بتدخل قاعده جديده وتلاقيهم حاطين الكراسي تقول لهم انتوا قاعدين في لجنه امتحان ولا ايه؟ الناس بتضحك والتوتر بيطير والدنيا بتروق، وفي ابحاث بتقول ان الهزار بيقلل التوتر وبيخلي الجسم يفرز حاجه اسمها اندروفين، يعني بلدي كده يا صديقي مسكن طبيعي. يا صديقي تبقى قاعد متوتر كده وواحد صاحبك يقوم ضاحك في وقعد، حتى لما تضحك تلاقي جسمك كده غصب عنه بيضحك. تالت حاجه بقى السلاح السافر. في بلاد كتير كانت بتهزر عشان تتحدى الظلم. في بولندا مثلا سنه 1984 كان في اذاعه سريه بتذيع نكت عن الحكومه، والبوليس يا صديقي فضل يدور عليهم بالسنين. فالهزار دايما مش بيكون ضحك، ممكن ساعات يبقى سلاح قوي. بص يا صديقي، مش كل هزار واحد، عندك 3 انواع. اول حاجه الهزار الخفيف، ده بقى الظريف زي لما تقول لصاحبك صورتك طلعت حلوه لدرجه ان بعتت لي سي في عنك. ونخش بقى في الهزار الجارح، يا صديقي، ده بقى اللي بيقلب بخناقه زي الضحكه دي عامله زي الخلاط فاضي. ده بقى يا صديقي بيوجع اكتر ما بيضحك لدرجه انك ممكن تخلي الناس تكرهك. 3 الهزار الساركيزام، زي لما تقول لواحد قلبت الامتحان مرتين وبرضه لسه مش عارف تجاوب، اكيد بيدور على الكنز المدفون. ده برضه نوع من انواع الهزار بس مش كل الناس بتفهمه. اليابانيين يا صديقي بيحترموا المساحه والهزار بينهم حاجه نادره جدا، يعني انت لو قلت نكته هناك ممكن يعتبرك قليل ادب. الانجليزي الهزار عندهم جاف جدا، يعني ممكن يقول لك لبسك النهارده مختلف وانت مش عارف هو بيشتم ولا بيهزر ولا بيجاملك. المصريين منطقتنا بقى، احنا صديقي ما بنهزرش، احنا حياتنا كلها هزار في هزار، ثوره هزار، غلاء هزار، امتحانات هزار، حتى المصايب اللي بنقع فيها بنطلع نكت ونعدي. امتى بقى الهزار يبقى تقيل؟ في فرق كبير بين الهزار اللي يضحك والهزار اللي يقلب بخناق. اول حاجه لما تهزر مع حد ما تلمسش دينه ولا شكله ولا امه. في نظريه اسمها الخرق الامن، يعني ايه؟ يعني لو خرجت عن القعده من غير ما تهين او تخوف الناس هتضحك، انما لو خبطت جامد ولا هزار ولا بتنجان هتتفهم غلط. الهزار يا صديقي مش بس تفاهه ولا ضعف ولا ناس فاضيه، الهزار شغلانه ومش اي حد يعرف يهزر، لانه كده عامل زي الملح، لو زاد بيبوظ الاكل ولو قل بيخلي الاكل طعمه ماسخ. تاني بقى، الهزار علم ولا لا؟ علم وبتاع الشهادات، بس انا بفضل اتعلم على القهوه. كلامك مع عبد الله ابو ليكا، ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس.